واش في راسك كاين اس بي كيدوي باللغه العربيه، وكاين واحد كيبانها في الحروب والكوارث الطبيعيه وهو نص بنادم ونص حصان، وكاين واحد الدب صغيور اللي الا شفتيه تقول كيوش وظريف، ولكن الا عرفتيه اش دار وشنو كيدير اش بدل الراي ديالك. تقبل الا كملتي الفيديو تخرج عارف ومفهم كلشي. انجوي. في الفيديوهات اللي فاتوا بان لي عجباتكم السلسله ديال الاس سي بي، داكشي علاش كثرت ما كندعم عليها، كثرت ما يكونوا الفيديوهات على المنظم وعلى الكائنات الخطيره والغريبه اللي فيها. نبداو بالاس سي بي 203 اللي هو الكائن الوحيد في الاس سي بي فاونديشن كيدوي باللغه العربيه. بدات في الاول بواحد ثلاثه ديال الدراري الصغار كيلعبوا حدا ديورهم، وفي حومتهم كاينه واحد الدار مهجوره، وديما كيقولوا لهم والديهم والناس ديال ديك الحومه باللي ديك الدار عمركم تقربوا ليها ولا تدخلوا ليها، وديجا كندخل لها واحد الدري ومازال ما رجعت حتى لدابا حيتاش فيها واحد الوحش اللي خطير بزاف. ودوك الدراري راسهم قاصح وبداو كيفكروا يدخلوا ليها باش يكتشفوا شنو كاين تما، واش هاد الهضره اللي كيقولوا الناس بصح ولا ماشي بصح. حتى جا واحد الدري صغير لحق عليهم، وحيتاش هو اصغر واحد فيهم زعموا باش يدخل، وهو النيت اختار باش يدخل باش يبان واعر قدامه. ودخل داك الدري الصغير للدار وكان ظلام بزاف وما كاينش حتى شويه ديال الضوء، وهو كيشوف الدار كي دايره طلع في الدروج للطبقه الثانيه وبان ليه واحد الباب غريب شويه، ومشى ليه الدري الصغير وما كان حتى صوت كيتسمع من داك الباب. ومنين حل داك الباب بشويه خاف وغوت وطاح، ولكن ما كان والو من غير واحد القطه اللي حتى هي تخلعات وهربات من الشرج. وبينما الدري الصغير كيضحك على راسو، الارض فجاه تهرسات وطاح للطبقه الاولى، وعاود تقبات الارض وتهرسات وطاح للقابو ديال ديك الدار. والحمد لله ما طرا ليه والو، ما تهرس من حتى شي بلاصه، وهو طايح وعامر غبره وحطام ديال ديك الارض اللي تهرسات. الدري حس باللي شي حاجه كتهزو من الارض بشويه، ومنين دقق مزيان شاف باللي الحاجه اللي هزاه نص بنادم ونص روبو، والجسد ديالو كامل معفن. وهذا الكائن هو الاس سي بي 203، وهو الوحش اللي كانوا كيدويو عليه الناس ديال ديك المنطقه كامله اللي ساكنين فيها دوك الدراري الصغار. والاس سي بي 203 كيشوف في الدري الصغير، والدري ما قاد يدير حتى شي حركه بكثره الخلعه اللي فيه. وفجاه الاس سي بي 203 بقى كيحيد الغبره اللي في الشعر ديال داك الدري، ومنين سالا قال ليه هل انت على ما يرام؟ والدري ما فهم والو. والاس بي 203 بقى كيعاود في ديك الجمله، والدري حس بامان واحد شويه وقال بلي واقيلا ما يأذينيش، وبغى يوصل ليا شي حاجه بهاد اللغه وبهاد الهضره اللي كيقول. واش هذا هو الوحش اللي كلشي خايف منه؟ وفي الحقيقه هو رجل آلي بائس عايش في قابو ديال دار مهجوره. وبينما الدري كيشوف فيه وبدا كيحس بالامان شويه، الاس بي 203 حس بشي واحد ضربه في راسو من اللور، ومنين دار شاف ثلاثه ديال الدراري الصغار هازين العصي وخايفين وما قادينش يتحركوا بكثره الخوف اللي فيهم. وهاد الدراري هما صحاب داك الدري الصغير اللي زعموا يدخل، ودخلوا باش يطمئنوا عليه حيت سمعوا الغوات ديالو منين طاح. والاس بي 203 تا هو تخلع وبدا كيغوت بالجد، والغوات ديالو ماشي عادي حيت فيه واحد الترددات اللي عاليين بزاف، وكلشي كيحس براسو يتفرقع. وفجاه الاس بي 203 سكت وتكالما وبحال دخل في غيبوبه وما وقع والو. والدري الصغير استغل الفرصه وهرب من ديك البلاصه وديك الدار المهجوره ومشى نيشا لدارهم وهو مخلوع. منين دخل لدارهم ووقف حدا والديه وبقى كيشوف فيهم ومخلوع وبحال دايخ شويه، طاح في الارض كيترعد وبقى كيسير ليه الدم من نيفو ودنيه بجوج. والدين هاد الدري تخلعوا وعيطوا على البوليس، والبوليس نيشان منين عرفوا هاد الشيء عيطوا على منظمه الاس سي بي باش يجيو يشدوا هذا المخلوق اللي فيه 2 متر ونص و200 كيلوغرام. وجا واحد الفريق مختص بهاد الحالات وقدروا يشدوا الاس سي بي 203، ولقاو تما هذوك الدراري الصغار اللي حتى هما كانوا غيبوا تما، وداوهم حتى هما وضربوا لهم واحد اللي باري باش ينساو كاع داك الشيء اللي طرا تما وما يبقاو عاقلين على والو وبحال ما وقع والو. وهنا الاس سي بي 203 تشد في الاس سي بي فاونديشن وكل شيء بخير ومزيان. ودابا اجي نشوفوا البلان ديال الكائن اللي كيبان في الحروب والكوارث الطبيعيه اللي كيموتوا فيها بزاف الناس. بدات في الاول بواحد الجندي في 1916 يعني في الحرب العالميه الاولى اللي شاف واحد الكائن غريب بعيد عليه شويه وكيحفر في الارض بواحد الطريقه غريبه، والجندي البريطاني صحاب ليه شي واحد فوق عاود وكيحفر شي بلاصه يدفن فيها شي جندي مات ولا شي حاجه بحال هكا، وطلق قرطاسه في السما ديال مسدس الاضاءه اللي كيضوي بالاحمر باش حتى الا كان شي عدو ولا شي حاجه بحال هكا الزملاء ديالو يعرفوا شطاري ويجيو دغيا. والصدمه هي منين السما ضوات بالاحمر داك خونا اللي كان كيحفر ماشي جندي فوق حصان، بل هو واحد الكائن غريب نص حصان ونص بنادم، والجسم ديالو كامل معفن وكامل الحم وما عندوش الجلده وغريب بزاف. والجندي تصدم بزاف وما قادش يتحرك بكثره الخوف، وشاف بلي داك المخلوق كيجمع الجثث ديال الحرب بواحد الطريقه غريبه. وفجاه المخلوق حبس ودار عند الجندي وشاف فيه وهو يبتسم وكمل اش كان كيدير. هذا المخلوق هو الاس سي بي 3456 اللي فيه 30 متر في الطول و15 متر في العرض، ونص بنادم ونص خيل، وداك الخيل داير بحال شي خيل عربي وما عندوش الجلده، وهذه هي الحاجه اللي كتخليه يبان كيخلع. وعينيه كحلين ويديه طوال بزاف وفيهم واحد المخالب كبار وغرابين بزاف لدرجه ملي كيكون كيتمشى يديه كيبقاو مجرورين في الارض. الميزات اللي عند هذا الكائن هما اول حاجه الذكاء ديالو، لدرجه انه ملي كان كيبغي يقتل الجنود كان كينصب لهم افخاخ ذكيه بزاف باش يشدهم ولا كيقتلهم نفسيا بكثره الذكاء اللي عنده. ومنين كانوا المنظمه كيبغيو يشدوه كيختفي وكيجي من مورا دوك الجنود وكيقتلهم كاملين. والميزه الثانيه هي القدره ديال التحمل ديالو، حتى الا بقاو كيشيريو فيه ما يديو منه والو ما يحس بوالو. هاد جوج حوايج مخليه الاس سي بي فاونديشن ما قادرينش يتعاملوا معاه ولا يشدوه. وكيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو هاد الكائن كيبان في الحروب والكوارث الطبيعيه اللي كيكونوا مجموعين فيهم بزاف ديال الناس ولا
كيموتوا بزاف ديال الناس، وكيهز الجوجات ولا الناس اللي كيبانوا قدامه وكيديهم لواحد البلاصه اللي حتى واحد ما عارفها، حتى من منظمه الاس سي بي ما عارفاش فين جات هاد البلاصه، واش هاد الجنود والناس اللي كيدي معاه باقيين حيين ولا قتلهم وكلاهم. واخر مره بانت الاس سي بي كانت في الكارثه ديال القنبله النوويه هيروشيما في اليابان، واختفوا اكثر من 2500 جثه بسبب هذا الكيان. المنظمه من مورا هيروشيما صيفطوا واحد الفريق باش يمشيو يقلبوا ويشدوا الاس سي بي 3456، وبالفعل لقاوه وكان واقف في بلاصتو بحال ناعس ولا داخل في غيبوبه، وقالوا صافي راه لقيناه بالطريقه السهله. ومن قربوا ليه شاف فيهم ودمر ديك البلاصه كامله اللي كان فيها. من مورا هادشي المنظمه قرروا باش يديروا بحال واحد القريه مهجوره اللي يكونوا فيها موظفين من الاس سي بي فاونديشن باش يراقبوه وإلا بان ليهم يشدوه. والحاجه الذكيه اللي دارتها المنظمه هي المنطقه او القريه المهجوره كاينه على بعد كيلومتر واحد من البحر، حيت الاس سي بي 3456 ما كيقدرش يعوم ولا يقرب للماء. يعني الا بان لك هذا الكيان او الاس سي بي 3456 سير لاقرب نهر او بحيره بانت لك. خليو دابا الاس سي بي 3456 اللي الشكل ديالو كيخلع، وندوزو للاس سي بي 1048 اللي هو نونوس على شكل دب فيه 33 سنتيمتر في الطول. وبكثرة ما كان ظريف كانوا الموظفين ديال المنظمه كيخليوه معاهم وكيدور في المنظمه كامله كيف ما بغا، وكان كينقز وكيشطح وكيلعب كيعنق الموظفين في رجليهم، وكان كيرسم بحال الدراري الصغار، وكلشي كان كيبغيه. وتشمل المخلوقات والكيانات اللي في الاس سي بي فاونديشن كان عزيز عليهم وظريف معاهم، وكلشي كان بيسو مزيان. حتى نهار الاس سي بي 1048 بدا كيستغل هادشي كامل في الصالح ديالو، وبقى كيلعب على العقوله ديال الموظفين حتى كيطير لهم ودنيهم، وقاد نسخه مشابهه ليها بالودنين ديال الناس ديال المنظمه. اكتشفوا الاطباء والحراس ديال الاس سي بي فاونديشن كيدير دوره في المنظمه بالشبيه ديالو، ومن وقفوا عليه الحراس غوش واحد الغوشه خلات الحراس يطيحوا في الارض بكثره الصداع ديال ديك الغوشه. من بعد بزاف ديال البلانات داروا هاد الاس سي بي 1048 ولاو الموظفين والاطباء في منظمه الاس سي بي كيشوفوا بزاف من الاس سي بي 1048 وما فهموا والو. ودابا الاس سي بي 1048 قد بزاف ديال الاشباه ديالو، وكل مره الجنود كيدمروا دوك النسخ، ولحد الساعه مازال الاس سي بي 1048 الحقيقي مختفي في المنظمه ومازال ما لقاوه. والقصه ديال الاس سي بي 1048 كي كان قبل ما تشدوا المنظمه وقبل ما يكتشفوه غريبه بزاف، حيت واحد البنت منين تحولوا لواحد الدار جديده لقات واحد دبدوب صغير في الغرفه ديالها واحتفظت به وسماتو بيني ولا بيست فريند ديالها. وواحد النهار موش هاد البنت لقاتو عندها، وكثرت ما هو غريب بقات كتغوت وخداتو ليها. ومن مورا هادشي البنت قالت باللي ما في السبيطار، وباها والدكتور قالوا باللي تغيب امها لفتره طويله بزاف، والحقيقه هي هاد الدبدوب اللي هو الاس سي بي 1048 قتل موش هاد البنت. ومن مورا هادشي الاس سي بي 1048 قد نسخه حيه من خو هاد البنت ونسخه حيه من باها، والمنظمه ما عطاتش معلومات على شنو طرا لديك البنت وكيفاش لقاو الاس سي بي 1048، ومازال حتى واحد ما عارف شنو طرا وكيفاش تكتشف هاد الاس سي بي 1048. وانا كنوصلوا للاخر ديال الفيديو ديال اليوم. الا كملتي حتى لهنا بغيت نقول لك شكرا بزاف، ولا بغيتي تسيبورتيني خلي معاك ديك لايك وشي سبسكرايب، وصيفط الفيديو لكاع عشرانك باش يستمتعوا كيف ما استمتعتي انت. والدري اللي ربح في الجيف اواي اللي درت في الفيديو اللي فات هو هذا كيف ما كتشوفوا. دابا نتواصل معاه في انستغرام باش نعطيه الاكس بوكس جيم باس ديالو. وشكرا الدراري على السيبورت ديالكم في الفيديوهات اللي فاتوا في تيك توك وفي انستغرام. وكان معكم خوكم ديزي، تهلاو.